النهاية النتيجة 12 إنسان مصري. 12 إنسان مصري راحوا ضحية حادث خسيس. متفق يا أبو أمير إن الحادث خسيس، بس يعني اسمح لي، يعني أنت قاعد تقول لعنة الله والرسول خصيمه يوم القيامة. خلي يوم القيامة ليوم القيامة. ويعني من صلب الدين ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. أنا ما يهمنيش موقف الدين، أنا بصراحة ما يهمنيش موقف الدين. أنا يهمني حالة الوطن المصري. الوطن المصري في خطر ولن ينقذوا الدين. احنا محتاجين ان احنا نتكاتف، وانا وجهت نداء للمصريين الشرفاء، وبكررها: المصريين الشرفاء من المسلمين والمسيحيين، وهم الأغلبية ولكنهم سلبيين، ولكنهم سلبيين. ان يبقى في وقفة. احنا تركنا العنان يعني والزمام لسنوات طويلة. احنا بقى لازم نحن نتحرك، الشرفاء من المسلمين والمسيحيين. السلفيين اللي هم ماشيين في الشارع مبلطجين يجب اختطافهم وحلق لحيتهم وحواجبهم وشعرهم، وكذلك للمنقبات. يعني المنقبة دي ماشية منقبة علشان بتقولك هتثير الفتنة، يعني من حلاوتهم او تحت النقاب دي كلهم قرود، يعني نسبة كبيرة منهم قرود. يتحلق لها شعرها وحواجبها كده مش هتثير الفتنة. بس مفيش حاجة ان يبقى في حد ماشي منقب، مفيش حاجة ان حد يبقى لابس زي شاذ عن المجتمع، جلابية قصيرة وسروال وطاقية، ما ينفعش. يجب ان نأخذ الامر بايدينا كمواطنين مصريين شرفاء. ادعو لهتك اعراض النساء المنقبات، اي نعم يا هموم. واوضح حاجة يا هموم: انا لم ادعو الى اعتقال الطلبة الحاصلين على الثانوية من السعودية، ولكن وطالبت الحكومة بعمل حصر ليهم في الجامعات المصرية ومتابعتهم امنيا. ويجب ان يتم في المطارات والموانئ المصرية استخدام النظام الامني اللي كان بيستخدم مع المصريين اللي كانوا في العراق وليبيا في فترة الثمانينات، بفحص امني لكل راكب قادم من هذه البلاد. احنا سيبنا الحبل على الغارب زي ما كان بيحصل في الثمانينات مع المصريين اللي كانوا بيبقوا راجعين من العراق وليبيا وبيقعدوا في المطار وبيتعمل لكل واحد فيهم انترفيو امن دولة. يتم نفس الشيء مع المقيمين في السعودية. احنا عندنا في السعودية نفس العدد اللي كان موجود في العراق، فمش هتبقى يعني حاجة جديدة. وماذا عن القادمين من امريكا؟ هات لي واحد من امريكا عمل حادثة ارهاب يا هموم. لا، ده رأي سياسي يا هموم، رأي سياسي. الارهاب كما اجمع جميع اجهزة المخابرات في العالم، الارهاب باسم الدين تمويله قادم من السعودية بصفة، يعني الغالبية العظمى هذا التمويل قادم من السعودية. ف ولكن تم التقاعس باسم الأخوة العربية اللي هي ملعون أبو الأخوة العربية هذه. لازم يبقى فيه موقف، لازم يبقى فيه رد فعل. أول ما موالهم في أفغانستان هي أمريكا فيرو. يا سيدي الفاضل، تمويل المجاهدين في أفغانستان وقت الغزو السوفيتي كانت شغلانة، وأخدوا حسنتهم وخلصت الشغلانة، خلصت الشغلانة. انا اعلم ان انا لا اخاطب تلاميذ اعدادي، وانا مش بتاع كلام انشا يا هموم، انت تعلم جيدا يعني. وكما قال سيكولر انا عندي زيرو تولرنس، يعني التسامح عندي درجة صفر مع هذه الاحداث الارهابية. من مول المجاهدين؟ امريكا والسعودية، دولار لدولار.
كل دولار قدمته امريكا قدمت قدامه السعودية دولار لمكافحة الاتحاد السوفيتي، لمحاربة الاتحاد السوفيتي اللي غزا افغانستان وخرج السوفيت من افغانستان. عايزين ايه يعني؟ ماذا تريدوا اكتر من هذا؟ واخدوا مكافآت، خلصت يعني. شغلانة جه عمل شغلانة، اجير جه عمل شغلانة واخد اجره واخد فيها مكافأة لما خلصت الشغلانة بنجاح. حمود انتوا ليه مصممين ان الفاعل مسلم؟ طيب اديني ايه اللي يخلي ان الفاعل مسيحي يا حمود؟ احنا عندنا 12 مصري قتلوا غدرا، 12 مصري. ما هي اصل هي دي ثقافة الهروب، ثقافة الانكار، يعني state of denial. انتوا عايشين في حالة انكار، ولا لا لا مش من عندنا، وهو ده اللي مودينا في داهية. لن اتنازل عن حلق شوارب وحواجب وشعور السلفيين وشعور وحواجب المنقبات مع نزع النقاب، لا يوجد تنازل فيها. فبس انا حبيت يعني اوضح الموقف واشرح للاستاذ هموم ان ما قلتش ان هم يعتقلوا الطلبة الحاصلين على الثانوية من السعودية، يتعمل لهم ملفات ويتم متابعتهم امنيا، حيث ان مصدر تمويل الارهاب في العالم قادم من السعودية، ليس من الحكومة السعودية ولكن من مواطنين سعوديين. اتفضل يا سيكولر معاك المايك. ما قلتش يفصلوا من الجامعات، قلت حصر ليهم وعدم قبولهم اعتبارا من 2011 2012، وانا اعلم ما اقوله جيدا يا هموم. اتفضل يا سيكولر المايك معاك. سنخش معاركنا معهم بالصلاة على النبي نقطعهم، وبكل القوة نديهم في دماغهم ودماغ أهاليهم. سنخش معاركنا معهم بالصلاة على النبي نقطعهم، وبكل القوة نديهم في دماغهم ودماغ أهاليهم.